السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما كتلاحظوا معايا اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم البطبوط بطريقة العشر دقائق، طريقة سهلة هكذا. إلا كانت شي مبتدئة أول مرة غتحضر البطبوط، هاد الطريقة ننصحك بها، ما فيهاش لا دليك لا تمارة، وحتى اللي كيحضروه دائما البطبوط هاد الفيديو هذا أنا متأكدة غادي يعجبكم. نبداو على بركة الله. كناخذ واحد البول، كناخذ واحد الزليفه اللي غادي نعبروا بها جميع المكونات. زلافه ديال الماء عادي من الصنبور، وعندي زلافه ديال الحليب اللي دفيته شي شويه. الا كان الجو بارد دفيو الحليب ودفيو الماء، الا كان الجو هكذا دابا سخون دفيو واحد فيهم، يا الحليب يا الماء. درت نص معلقه ديال خميره الخبز وواحد شويه ديال العسل، ممكن تعوضوه بسكر سنيده. كيف لاحظتوا معايا القياس اللي عبرت به الحليب هو نفسه اللي عبرت به الماء. هنايا نفس القياس حتى هو غادي نديروه ديال الدقيق الابيض، نفس الزلافه، ونفس الزلافه دقيق الفينو او سبيسيال او دقيق القمح الصلب. يعني المكونات كنعبروهم بنفس الانيه، يعني لا عبرتوا بالكاس ديروا نفس المقدار، عبرتوا بالزلافه او لا بسوبيرا او لا حتى بالسطل. المهم كيبقى داكشي نفس القياس. كنحركوهم هكذا شويه بالطراب اليدوي. وهنا كنخدم بالميكسور، او لا الا توفرت المولينكس ديروا فيها هاد المكونات هادو وضربوهم بالمولينكس. ما توفراتش خدموا بالميكسور. المهم اي حاجه كتصيبوا بها العصير طحنوا بها هاد المكونات اللي درنا زلافه ديال الحليب وزلافه ديال الماء وزلافه ديال الفورس وزلافه ديال الفينو، وعندنا خميره الخبز وشويه ديال العسل، ما كنديروش الملحه. صافي هاد الطريقه هادي غادي نغطيها وغادي نخليها واحد 10 ديال الدقائق ما تفوتوهاش. من بعد ما كدوز 10 ديال الدقائق كنشوف الخليط ديالي كنلقاه ولا على شكل كريمه. صافي تفاعل بحال اللي اختمر، كيولي على واحد الشكل على هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. ما تفوتوش 10 ديال الدقائق، صافي راه كيكون كيتفاعل. يعني الا فتو 10 ديال الدقائق راه غادي يضاعف الحجم ديالو، وغادي غيكون واحد الرائحه اللي ما غاديش تجي زوينه في البطبوط. صافي 10 ديال الدقائق راه كافيه. وهنايا غادي نضيف الملح تقريبا نص معلقه صغيره، وزيت الزيتون باش غادي نسم هاد البطبوط ديالي. وهنا غادي نضيف زلافه تاني نفس المقدار، يعني اللي كنخدموا به اول حاجه هو نفسه كنبقاو نخدموا به. كيف ما قلت لكم اللي خدمتوا بها غتبقاو تستمروا تخدموا بها، يعني اي انيه عبرتوا بها. هنا درت زلافه، يعني زلافه الثانيه ديال الفورص، وعندي حاطه حدايا زلافه اخرى اللي غادي نبدا نضيف منها شويه بشويه. صافي ضفت عيدك داك شويه. صافي راه كفاني. ممكن نتوما تضيفوا اكثر، ممكن تضيفوا اقل. المهم انا غادي نوريكم التكستور ديال العجين كيفاش خاصها كتكون كتلتصق شي شويه على هذا الشكل. هنا راه تقريبا راه ما قطعتش التصوير، هادشي اللي كتشوفوه هو اللي كاين. يعني الزلافه الثانيه ضفت منها غير شي شويه. عندنا في الاول زلافه فورس وزلافه فينو، وفي المرحله الثانيه ضفت غير زلافه فورس، وهذه ضفت منها شي حاجه قليله. راه واضح الفيديو. صافي هنا كنخدم العجين ديالي بهذه الطريقه هذه، يعني كنبقى نديها بحال اللي كنخدموا الشيار غير شي شويه، ما كاينش كيف ما قلت لكم راه بلا دليك. صافي هنايا كنبقى نجمع العجين ديالي على هذا الشكل هذا، وكندير واحد شويه ديال زيت الزيتون وكنجمع الجوانب. صافي هادشي اللي كاين. يعني الا كنتو كتحضروا الطاجين ديالكم او لا شي حاجه اللي غادي نصيبوها، هاد البطبوط هذا ننصحكم به. يعني كتصيبي فيه شي حاجه قليله وكتخليه يختمر. هنايا لاحظوا معايا غادي من بعد ما درت ليه داك الزيت جمعته على هذا الشكل هذا، وغادي نغطيه وغادي نخليه يختمر تقريبا واحد 15 دقيقة، او لا بحال دابا الجو سخون راه دغيا كيتفاعل. يعني ما بين 10 حتى ل 15 دقيقة ما تفوتوهاش، يعني ما تخليوش يتفاعل بزاف. حيت ديري لي ديك الطريقة في الاول، ديك اللي طحناها بالميكسور هي اللي كتخليه انه يتفاعل بسرعه. صافي هنايا الوقت، يعني كيف ما قلت لكم ما تخليوش مده طويله، راه يبان لكم شويه هكذا ضعف الحجم ديالو. صافي جيو للبطيبيطات ديالكم، لاحظوا معايا الشكل ديالهم تبارك الله. هنا راه مسرع الفيديو شويه، ولكن راه كيكون واحد الفقاعات. انا كنخدم في العجين وهي كطرطق كدير طق طق طق. ها انتم كتلاحظوا معايا الشكل ديالها عاتيك تبارك الله كلها فقاعات، وهذا السر ديالو. ما تبخلوش على راسكم، هذيك المرحله الاولى راه مهمه هذاك التفاعل اللي درنا. صافي هنايا جمعت العجين ديالي، خرجت منه الغازات، وهنايا عن قرب كنوريكم الشكل ديال العجين كيفاش خاصو يكون. وهنايا خديت واحد اللعيبه هي اللي غادي نقرص عليها بحال شكل الوصله. ما عرفتش الناس شنو كيسميوها، الوصله اللي كنا كنديروا فيها الخبز شحال هذه، كنا كنديروا فيها الخبز للفران. هاد اللعيبه هذه ديال الام دي اف، كان البنات اللي عندهم الزليج او ما عندهمش شي سطح العمل يخدموا فيه يكون املس، خذوا شي طريف، يعني واحد طريف خذوه من عند اللي كيبيعوا الادوك ديال الالومنيوم الام دي اف.
خذوه هكذا خدموا فيه، الخدمة فيه الصراحة زوينة بحال اللي كتخدموا على الرخام فحال فحال. هنايا كنقسّم العجين ديالي على هاد الشكل هذا، يعني قلت لكم هاد الوصلة هادي يعني هي اللي غادي نبسّط فيها العجين ديالي، حيت محتاجة لسطح العمل، يعني غادي نبسطو ونخليه على جنب، ما عرفتش واش فهمتوني شنو كنقصد. لاحظوا معايا أنا هنايا قسّمت العجين ديالي، هنايا كنقسّمها قطع صغيرة، بغيتو ديروهم كبار ديروهم، بغيتو ديروهم صغار هداك الشي كيرجع ليكم. أنا فاش كنبغي نخدم البطيبيطات ديالي أولا الخبز كنكورو في الأول بلا ما نحتاج الفينو أو سبيسيال، يعني حتى كنكور كلّه عاد كنبدا ندير سبيسيال باش ما يدخلش ليا داك سبيسيال لداخل. يعني كنتمنى نكون شرحت لكم شنو القصد ديالي. أنا كنت كنتكلم ويعني شفتوني أنني قسّمت العجين ديالي، لاحظوا معايا هنايا تبارك الله شوفوا الفقاعات هنا راه في نفس الوقت، يعني كيف ما كوّرتها كيف ما كنخليهم يعني دغيا دغيا كيختمروا، لاحظوا شوفوا معايا الوسط ديالها كلها كتجي كلها الوسط ديالها مثقّب، يعني راها خامرة تبارك الله. شوفوا معايا وحدة أخرى، شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل وكتبان لكم الشي البطبوط راه كيكون ناجح غير من العجين ديالو. هنايا كيف ما قلت لكم واحد النصيحة ملي تبداو تكوروا العجين ديالكم باش ما تجيكمش معلكة من الداخل وتجيكم فيها شي تعليكات، حاولوا أنكم يعني تلولبوها بلا ما تحتاجوا الفينو، حتى تلولبوها كاملة عاد دوزوها في الفينو كيف ما درت انا بالضبط. صافي هنايا لولبتها ما كنخليوهاش تختمر، بديت بالاولى وهذيك الوصله اللي قلت لكم ديال الام دي اف هي اللي غادي نحط فيها الكريسات ديالي اولا البطيبيطات. لاحظوا معايا هنايا فرشت فيها واحد المنديل باش يسهل عليا نهز البطيبيطات ديالي. وهنايا في الجنب ديالها هنا لاحظوا معايا شوفوا البطيبيطات تبارك الله كيفاش جاو. الصراحه كيف ما قلت لكم راه العجين اولا البطبوط راه كيبان ناجح من العجينه ديالو، ما كيبان لكم بانه ماشي بحال المسكه اولا كيتجبد، كيبان انه مفشفش وحسن من السفنج. شوفوا تبارك الله كلها فقاعات راه كتبان لكم الفيديو شارح نفسه. وهنا راه ما كنخليوهاش تختمر نهائيا، هانتوما كتختمر المره الاولى هذيك 10 ديال الدقائق وموراها كنزيدوها شي 15 دقيقه صافي وكنبداو نخدموا فيها صافي، يعني راها اختمرت تبارك الله وخدات حقها في الاختمار. شوفوا معايا هنايا كيف ما قلت لكم غادي نبسطها وغادي نديرها في هذه الوصله هذه وغادي نحطها على جنب غير بيد ما نظفت سطح العمل، يعني تقريبا غادي نزيدها تاني واحد 10 ديال الدقائق ديال الاختمار. وهنا كنقرب لكم يعني التصوير باش تشوفوا تبارك الله البطيبيطات ما تحتاجوا تبسطوهم لا بدلاك لا بوالو. كنتمنى حيت دابا كنهضر والله الا كنبغي نشرح شي حاجه من قلبي باش توصل لكم واي وحده بغات، حيت كاين اللي ما كيصدقش معها البطبوط، يعني اي معلومه كنعطيها لكم كنبغيكم تستافدوا منها وتكون مفيده لكم ماشي نهضر غير هكذاك. صافي هنايا كنستمر في التقراص اولا التبساط ديال البطبوط ديالي اولا الخبيزات. لاحظوا معايا الشكل ديالهم تبارك الله كيفاش كيجي، راه كيجيو رائعين البنات. وشوفوا السمك ديالهم ما كنبسطوهمش بزاف ثاني حتى كيجيو رقاق هكذا، يعني حجم متوسط. كيف ما قلت لكم غطيتهم في هذيك الوصله وخليتهم تقريبا غير بيد ما نظف سطح العمل وجبت المقلات اللي غادي نخدم فيهم صافي وكنبدا نخبز فيهم، يعني تقريبا نخليهم واحد 5 راه دغيا كيتفاعلوا دغيا كطلع فيهم الخميره، ما تخليهمش مده طويله. هانتوما لاحظوا السمك ديالهم يعني راه ما غلاضوش بزاف، غير شي حاجه قليله. هذا البطبوط هذا فاش كنخمروه ديك المرحله الاولى راه بوحديتو كيبدا دغيا كيتفاعل، يعني راه تقدروا تحضروهم بسرعه، يعني ما بين العجينه ديالتهم والطياب ديالهم وكل شيء يعني تقريبا واحد شغنقول لكم شي ساعه الا ربع او هكذاك صافي راه كيكونوا واجدين. وهنايا بديت الطياب ديالهم كناخذوا واحد 2 مقيلات حيت انا درتهم صغار بحساب باش نديرهم، راه شي مرات كندير حتى 3 ديال المقلات الا بغيتوا. هكذا الحجم ديالهم راه صغير، يعني المقلات قد ما كثرتو فيهم قد ما مزيان، ولا درتوهم كبار ثاني راه غادي تكون عندكم المقله اللي تخدموا فيها تكون كبيره. وهنايا لاحظوا معايا هنايا الشكل ديالهم، واحد المقله جاتني انها كتعطل ليا الطياب بدلتها ودرت هاد الصغيره هذه صافي. كنحطوهم الاخوات اللي بغيتوهم يتنفخوا لكم يجيوكم منفوخين غير تحطوا البطبوطه قلبوها بقاو تقلبوا فيها، والا بغيتوهم يجيوكم يعني بحال هذاك الخبز ديال المطلوع يجيكم خبز الطاجين، من الافضل خليوها حتى دير واحد الفقاعه من الفوق عاد قلبوها. نتمنى تكون وصلت لكم الصوره، يعني الا بغيتهم انا درت لكم 2 انواع اللي بغيتو. صراحه الله انا هذا الخبز هذا كنبغي يجيني ما يجينيش داك المنفوخ، يجي بحال فيها واحد بحال السفنج، يجي رطيطب من الداخل هكذا تاكلي به الزبده ولا شي حاجه. انا كيجيني داك الخبز اللي كيكون منفوخ من الداخل غير خاص غير بالساندويتشات صراحه ما عرفتش انا علاش كيجيني هاد
هاد المبدأ، يعني كيف ما قلت لكم بغيتوهم يتنفخوا لكم من الداخل غير تحطوها قلبوها، بغيتوا تجيكم الخبز بحال الخبز الطاجين، الخبز اللي تاكلوا به المرقة خليوها مدة عاد قلبوها. ها نتوما أنا دايرة لكم جوج أشكال، شوفوا معايا هذيك اللي في المقلة الصغيرة حيت قلبتها بزاف تبارك الله، شوفوا الشكل ديالها يعني انتفخت، وهذيك الأخرى كنخليها حتى دارت فقاعة عاد قلبتها يعني ما غاديش تنتفخ. المهم نتوما ديروا اللي مسلككم واللي كيناسبكم، بحال مثلا كنبغيو الشوا الساندويتشات كنبغيو يكون منفوخ، يعني منفوخ محلول من الداخل، وكاين اللي كنبغيوه يعني. وهنايا بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يجمدوه في هذه المرحله هذه غير يتشمع حيدوه وديروه يبرد صافو ديروه في المجمد. ومني تبغيوه تاني كيف ما قلت لكم مني تبغيوه جبدوه وسخنوه في المقله راه كيرجع بهذا الشكل هذا. البنات بطبوط ناجح 100%، غير جربوه غادي ينجح معكم، ولو تكونوا اول مره غتحضروا البطبوط انا متاكده غادي يعجبكم. طريقه ناجحه وسهله ما فيها لا عذاب لا والو، تقدروا تكونوا كتقضيو شي حاجه في الكوزينه وخدامين في البطبوط في نفس الوقت. كنتمنى ان شاء الله يكون يعجبكم الفيديو، وطبعا اللي عجبكم ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم باللايكات ديالكم اللي دائما كتفرحني. وشكرا بزاف بزاف على التشجيع وعلى التعاليق اللي كتخليو لي زوينين في حالكم، وما سخيتش بكم كيف ديما، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.